ديربي مانشستر أحمر وكلاسيكو إسباني في الملاعب السعودية. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. بالنسبة لديربي مدينة مانشستر يلي انتهى بفوز مانشستر يونايتد، المباراة بالمجمل كانت مباراة للأمانة حلوة شيقة. شفنا مباراة وصلت إلى المشاهدين بطريقة يقال عنها أنها مباراة ديربي، ولا فوارق بين الفريقين، لأنه مباريات الديربي تلغي الفوارق بين الفريقين بغض النظر عن مستوى كل فريق إن كان في أفضل حالاته أم لا. يلي شاهدته أنا بمباراة مانشستر يونايتد مانشستر سيتي، للأمانة مانشستر يونايتد كان منظم، فريق منظم أكثر على أرضية الملعب، عم يتم نقل الكرة بشكل صحيح بين اللاعبين. تكتيكيا التكتيك كان ولا أجمل، كنا عم نشوف النقلات بين اللاعبين، تغيير جهة اللعب من يمين الملعب ليسار الملعب والعكس كان صحيح. بالنسبة للاعب راشفورد، اللاعب راشفورد بعتقد لو كان في يومه وكان تركيزه حاضر و100% لكان صراحة أنهى المباراة من الشوط الأول. على الرغم من هيك تقدم فريق السيتي بالهدف الأول، إلا أنه مانشستر يونايتد قدر بصراحة قدر يتعادل، لكن من وجهة نظري بصراحة هدف التعادل غير صحيح. راشفورد كان في موقف تسلل، استفاد من موقفه كمتسلل لأنه أثر على المدافع يلي كان معاه. بس بالمجمل بالنهاية يعني مانشستر يونايتد للأمان يستحق الفوز. على العكس مان سيتي ما نعرف، كان في حال الفريق كان في حالة ضياع، توهان أفكار بيب غوارديولا بعتقد لم تطبق على أرضية الميدان. إضافة لهذا الشيء لاعبين مانشستر سيتي تشعر أنهم معزولين تماما، ما في ترابط بين اللاعبين، على عكس مانشستر يونايتد كان في ترابط، كان في انسجام، كان في قتال، كان في روح داخل الملعب. بصراحة تكتيك تين هاغ واضح أنه تكتيك صحيح، ولمساته وأفكاره باينة وظاهرة على الفريق، لكن تكتيكه بصراحة عم يكون ناجح أمام الفرق الكبيرة بشكل أوضح وأكبر، على عكس الفرق الصغيرة اللي عم يواجهها. في مشاكل تكتيكية عم تكون أمام الفرق الصغيرة. ليش؟ لأنه الفرق الصغيرة بتلعب بطريقة دفاعية، بالتالي عم يعتمد على الضغط وعلى عم يكون تلقي الأهداف عن طريق المرتدات، فعم يضطر يفتح المساحات الخلفية، وعم يكون في مساحات كبيرة بالخلف. بس عموما مانشستر يونايتد عم يتحسن تدريجيا، وبعتقد العودة قريبة لهذا الفريق. هلا بالنسبة للكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، ريال مدريد عينه على اللقب مثل ما برشلونة كمان عينه على اللقب. أنشيلوتي رح يحاول يضيف لقب إلى ألقابه يلي حصد مع ريال مدريد، إضافة إلى أنه بده يعوض خسارته لصدارة الليغا ولو معنويا إلى لاعبيه في حال الفوز بالكأس والعودة بكأس السوبر الإسباني. أما تشافي يسعى لحصد أول ألقابه مع برشلونة. طبعا البرشا افتك الصدارة من ريال مدريد، فالحالة المعنوية للاعبين برشا بعتقد أعلى، بالتالي إذا تحقق الفوز سوف يرد على المشككين فيه أنه هو أهل لاستلام تدريب فريق عريق مثل برشلونة. توقعاتي راح نشوف كلاسيكو حماسي بأجواء شتوية في الملاعب السعودية. أخيرا لقاء مهم لأرسنال للابتعاد بالصدارة عن مانشستر سيتي، وتعثر وتوقف رصيد المانشستر سيتي عن 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأرسنال. مايكل أرتيتا ما راح يضيع هيك فرصة، عينه على الفوز ليبتعد 8 نقاط عن مانشستر سيتي. بالمقابل توتنهام راح يكون عنده الرغبة طبعا في الفوز حتى يحسن من ترتيبه ويتجاوز نيوكاسل الرابع، والفرق بينهم نقطتين. يعني فرق نيوكاسل، توتنهام، فولهام رابع وخامس وسادس الترتيب، تبادل المراكز بينهم حاصل، فالكل
طامح للفوز لحتى يحسن ترتيبه. ترتيب الدوري الإنجليزي على الشكل الآتي: أرسنال بالصدارة ب 44 نقطة، مانشستر سيتي ب 39 نقطة، مانشستر يونايتد ب 38 نقطة، نيوكاسل 35 نقطة، توتنهام 33، فولهام 31. هاد كان لحلقة اليوم. أخيرا لا تنسونا من اللايكات والاشتراك بالقناة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام خير ختام.